عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيرين من قناة حياة شيري. النهاردة هاخد جزء منه الصالون عشان الفيديو ما يبقاش كتير عليكم، ونشوف مع بعض هننضف الصالون ازاي استعدادا لرمضان. مش هتبقى التنظيفة بتاعت رمضان، لكن هحاول اشيل التراب عشان يبقى سهل مثلا لما اجي انضف لرمضان واظبطه كده، يعني ايه في وقت ايه قياسي. حتى اللي هي مش هتقدر تنفض لرمضان وهتنفض للعيد، يبقى الريسبشن عندها نضيف والصالون عندها نضيف لغايه ان شاء الله باذن الله ما تيجي تنفض على خير. ويا رب يبلغنا رمضان انا وانتم وجميع امه المسلمين اجمعين. كل سنه وانتم طيبين. دي الحاجات اللي انا بستخدمها في التنظيف. اول حاجه الجلانس ده كلين اتش جلانس، بيفي بالغرض. انا جايباه من ماي واي، حاجاتها حلوه في نظافه البيت وكده. بستخدم معاه ورق الجرايد ده عشان هلمع بيه البلكونه عندي الوان زي ما انتم شايفين. تمام. وده مورال، معلش الازازه الغطا بتاعها الولاد ضيعوه عندي، اشقيه قوي معلش. بس بستخدم بليتش، بس لما تكون الميزانيه مش متظبطه بستخدم مورال بنفس الغرض برضو. ودي حته قماش اللي هنعمل بيها. تمام. وده برسيل جل بريحه اللافندر مع داوني، ده من عند الراجل اللي هو بتاع المنظفات. الصراحه داوني يعني غالي جدا جدا جدا، فبجيب اللي هو ده. اصلا انا مش بستخدمه في الغسيل، بستخدمه للارضيات عشان بيدي ريحه حلوه قوي. وبسيب اللافندر، بسيب يعني لو عملتي بيه الشقه الصبح بالليل لغايه بالليل ريحه الشقه بتبقى تحفه تحفه تحفه، ما اقولكيش يعني. جربوه تدعولي. بحط نقطه من دي ونقطه من دي وهوريكم ازاي عليه. وبعمل بيه الارضيات اللي هي دي زي ما انتم شايفين السيراميك. تمام. وده معطر اسمه داس اهو، جميل جدا، احلى من الفريده. لسه طالع جديد، بس ريحته ثابته جدا جدا، بيقعد بال 12 ساعه. جربوها تدعولي. ده بريحه التوت، جميل جدا جدا اهو. ماشي. وعامل سعره تقريبا 25 جنيه زي الفريده يعني. ودي الرياشه اللي هعمل بيها البرقع اهو، لو في تراب ولا حاجه. والصالون برضو اهو الدنيا مكركبه، انا سايباها مكركبه زي ما انتم شايفين كده عشان ايه ننضف مع بعض. بصوا اهو الدنيا مش مظبطه الى حد ما يعني. تمام اهي. حتى الارض معلش سجاجيد قديمه شويه، عايزه اجددها. ربنا يوسع رزقنا ورزق المسلمين اجمعين. اهي تراب اهو، لو انتوا شايفين في الارض الفرافيت اهي. تمام. اول حاجه هعملها البرقع زي ما انتوا شايفين اهو. والازاز مش بيلمع قوي، بس هو مش باين هنا في الصوره. ثواني كده. اول حاجه بعملها بنضف الفستانات دي بتاعت البرقع كده بالرجاشه زي ما انتم شايفين. بتنزل لو في اي تراب. زي ما انتم شايفين كده بالريشه. الصراحه بتنزل لو في اي تراب مع العلاقه. ومش الصراحه ما بغسلهوش خالص يعني. بقالي 3 سنين ما غسلتش الفستانات دي اللي انتم شايفينها، ولا السجع ده. معلش الاضاءه بس الشمس، ولا السجع ده اللي انتوا شايفينه. تمام. بغسل الجناب بس اللي هي دي بس. انا كده خلصت تنفيذ البرقع وهعمل الازاز اهو. برش من الجلانس
بحب اعمل بورق الحيطه. سوري، بحب اعمل بورق الجرايد، بيخلي الازاز بيلمع جدا جدا جدا. وجربوا برضو المعطر اللي هو كلين وملمع الزجاج بريحه الورد، بيخلي الريحه شمها ريحتها جميله جدا زي ميه ورد كده. تعملوا بيه من عند ماي واي، واسعارها كويسه جدا. سامعين التزييقه؟ هنا بعد ما خلصت البرقع، معلش الاضاءه عشان الشمس جامده. بعد ما خلصته وخلصت التلميع الازاز اهو. زي ما انتم شايفين بقى بيلمع. دلوقتي هعمل الصالون بالرياشة اهو، عشان اي تراب. وكمان البرويز ده صراحة حاجات بسيطة جدا عندك في البيت وبتفي بالغرض، يعني زي ما بيقولوا. جميلة اوي الرياشة دي. حتى ده ده وبرده زي ما اكون بزعها في الحيطان اهو. بصوا كده هلمع الرخامة بتاعة الصالون بالمرار اهو. بصراحة تحفة تلميع الرخام، وريحته كمان جميلة جدا، وسعره كويس قوي. يعني زيه زي البليتش، اللي ما عندهاش بليتش ممكن تستخدمه ان شاء الله باذن الله يجيب نتيجة زيه. الحواف كده ننزل كده هنا بعد ما نضفت الكنب اهو زي ما انتم شايفين. الاول عملت بالرياشة، وبعد كده عملت بالمورال الازياء والحاجات دي، الزيق والحاجات دي. الصالون بصوا بيلمع ازاي، والله بيفرق جدا جدا يا بنات. معلش دي بقى ابويا مطرح ما كنت ببيض ما بتطلعش تمام. بصوا يعني هو ما خدش، يعني وقف بس الفيديو قبل ما اعمل يا بدو، ما خدش دقايق، يعني دقايق فعلا اهو. وده برضو الترابيزه بعد ما عملتها بالمورال والمفرش عملته بالرياشه. الرياشه دي حياتي، يعني بتشيل اي تراب. وبرضو البونبونيره دي الطبق ده عملته بالرياشه وبعد كده بالمورال، وده برضو بالرياشه وبعد كده بالمورال. بصوا تحفه ازاي. تمام اهو. لسه بقى ايه الارض والسجاد زي ما انتم شايفينه مبهدل. بس انا عندي طريقه في السجاد، انا مشفطاه بالمكنسه الكهربائيه تمام. وبعد كده بقى بجيب المكنسه الناشفه، المكنسه الناشفه اللي هي دي اللي بتبقى من تحت كده خشن تمام. بعمل بيها الاول كده. سامعين الصوت؟ هوريكم هطلع كميه تراب قد ايه وانا مشفطه بالمكنسه الكهربائيه. بجد يا بنات المكنسه الخشنه دي سحر سحر، يا ريت تجربوها بالله عليكم. حاجه خيال، يعني كاني غسل السجاده. عشان انا بعمل طريقتين هوريها لكم دلوقتي. بصوا التراب مع اني مشفطه بالمكنسه الكهربائيه، مش عارفه هيبقى واضح ولا لا اهو. بصوا عملت كده اول مره. تاني مره بقى بجيب ايه، تجيب معطر اللي هو ده داس او اي معطر عندك، يعني فريده ماشي اوكي من بتاع المنظفات، وعمل لك خلطه تنظيف مع معطر تمام جدا جدا. كل حاجه هتقضي الغرض معاكي تمام. بروح اشرب معاها كده، بغرق السجاده زي ما انتم شايفين. سوري، بغرق المكنسه واروح
اكنس بيها تاني. ما اقولكوش بقى، ما اقولكوش على الريحه اللي بتفضل في السجاده، بتفضل قد ايه، وريحه البيت بتبقى حلوه قد ايه. بصوا لازم تجربوا الوصفه دي بالزيت، تروحوا كده مغرقين السجاده بس مش درجه تنقط يعني، تحسوا ان هي ايه الشعر بتاعها كله اتشبع تمام، وتعملوا بيها السجاده. بعد كده بعمل ارضيات زي ما انتم شايفين، كبه شويه ميه بسيطه، ده التنظيف يعني على الناشف على الواقف يعني، ما شلتش ولا حطيت. وبحط بصوا نقطتين من برسيل الجل، وعشان يدي لون سوري يدي ريحه حلوه جدا تمام، مع نقطتين من الدوني اللي انا جايباه من عند بتاع المنظفات اهي تمام. وبص عشان الارض اوريدي عندي نظيفه يعني، مش محتاجه ان انا احط مسحوق ارضيات ولا زرار ولا اي حاجه، لان هي نظيفه اصلا تمام. والبرسيل برضو بيبقى فيه نوع من انواع طبعا المسحوق، فبيفرق بالغرض اهو بقى بالمكنسه. شايفين والله الريحه تحفه، بس انا بعشق الريحه الحلوه، تحفه تحفه. بصوا برسيل الجل ده حتى في الملابس اللي هو اللافندر ده اختراع اهو. بعمل كده ثواني غير هخلص واوريكم. زي ما انتم شايفين احلى حاجه ان هو مش عامل رغوه كتير عشان ما يغلبنيش في ان انا اشيل الميه وانضف وكده. وعملت تحت في الاجزاء كلها زي ما شايفين الارض بتلمع، هنشفها عادي بالشرشوبه زي ما انتم بتقولوا اهي تمام، او باي حته قماشه عندكم نضيفه زي ما انتم تحبوا. وهاجي اوريكم الارض بقى شكلها عامل ازاي، بس اهم حاجه الريحه تحفه. بصوا بقى الجمال، شايفين الارض انا عملت تحت الكنب برضو تلمع ازاي. بصوا الريحه كمان تجنن جدا جدا، والموضوع ما خدش معايا ربع ساعه على بعضيها يعني. لو النظام اليوم هيبقى كده يبقى تمام جدا جدا جدا. بصوا كل حاجه بتلمع ازاي، هحاول اجيب لكم الصوره كلها. ودي كانت ترابيزه حط عليها نافوره برضو، عملتها بنفس الطريقه بس اوريها لكم اهي. والكباس برضو تمام. بصوا الارض يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم كمان مره ان شاء الله في فيديو تاني. مع الف سلامه، احبكم في الله.